اورو، والتشري تاع 20,000 اورو بالنسبه لواحد كيما وليد الحبيب شنتوف بعلاقاته يقدم في 6 شهور في عام يجيبها. هي 3 4 افير يخدموا منها في اسبانيا مع جماعه، بيع هذه يشري هذه طلع هذه هبط هذه، يشري بورش اخر طراز. يعني جاتك انت حاجه كبيره. ولكن مشكلتك مع نضال وليد عبد الرزاق وليد الحبيب شنتوف انه نفس الشيء، ماهوش صاحبك، ما يقيمكش. تهضر معاه في التليفون ما يجاوبكش، تعيط له تقول له نحتاجك وكذا يقول لك هاودي اختيني ما نهضرش معاك انا ما. اذا ماهوش صاحبك. بصح الناس اللي يهضروا معاك في التليفون وتلاقاهم ويجاوبوك ويبعثوا لك اخبار ويبعثوا لك المصروف مره على مره، يا اما تسكت عليهم يا اما تشكرهم. وانا اتكلم هذا التوفيق لانه عندي تسجيلات. عندي تسجيلات انك تبتز في السوري اللي حبيت تهضر عليه، وعندي تسجيلات تحب نشرهم لك نشرهم لك، وين تقول له افهم روحك وبعث لي الاخر والا نهضر عليك، لانك سلكت طريق خطير غير مقبول. راك تمشي في طريق اللي ماهيش مليحه. كلنا تعاطفنا معاك، وانا واحد من الناس تعاطفت معاك، ومره على مره تعيط لي نرفع لك المورال، ومره نعيط لك نقول لك اصبر ويفرج ربي وكذا 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 بالعقل، لاننا كنا نشوفوا باللي راك محروق على خاوتك، وتعتقد وتعتبر انه خاوتك مظلومين. انا واحد من الناس قلت لك ممكن يكونوا مظلومين، اصبر العداله، اصبر ممكن يخرجوا في العداله براءه ويتم رد الاعتبار ليهم ويعاودوا يرجعوا عادي. عندنا ضباط اللي كان محكوم عليه ب20 سنه سجن والحمد لله خرجوا براءه. عندنا ضباط اللي قضوا 5 سنين حبس وخرجوا براءه وردوا لهم الاعتبار وطلعوهم في القراد وعطوهم مسؤوليات وخرجوا نظاف. خوك عنده 2.5 عام في السجن، اذا كان بالفعل مظلوم العداله تبرئ ويخرج لا باس عليه. اذا كان ظالم يتعاقب كي وكيل الناس. لكن انت لانك غبي يا توته المنقوشه، ورطت خوك تحكي في حوايج اللي الشعب ما على بالوش بها. يعني هو يحكي يقول باللي خويا كان في اليكونت ومن بعديك دخلوه محفوظ، جنرال محفوظ دخلوه وحطوه، راح ليه قال له حب يقابلوا، قال له ما نستقبلكش ما تزيدش الدور عندي، وبعثوا لي كول وكذا وكذا وكذا. هذا الكلام صحيح بصح الحاجه اللي ما حبيتش تقولها او ما تعرفهاش او ماكش حاب تقولها انه الجنرال محفوظ ما عنده حتى علاقه. الجنرال محفوظ انا ما نعرفوش ومانيش ندافع عليه، لكن عندي معلومات مؤكده انه اللواء محفوظ بوليزاريو ما عندوش علاقه بالقضيه تاع خوك. لماذا؟ لانه قنصل في اليكونت لا يعينه مدير الامن الخارجي ولا ينهي مهامه مدير الامن الخارجي. قنصل في اليكونت هذا راه مش قنصل في زينغينغ باينغ في جمهوريه لوزوتو، لا، اليكونت من اهم القنصليات في العالم، لانه عندنا قنصليات مهمه، قنصليه اليكونت، قنصليه برشلونه، قنصليه مارسيليا، هذه القنصليات الكبار يكون فيهم ضابط عسكري برتبه عقيد، يعني عقيد او مقدم، ومهمين جدا، وهذا يعينهم شخصيا رئيس الجمهوريه وينهي مهامهم شخصيا رئيس الجمهوريه. يعني ماهوش مدير المخابرات ولا وزير الخارجيه ولا رئيس الحكومه، لا، اكثر. اذا نعطيك انا معلومه، الذي انهى مهام خوك بوعلام بن ناصر هو تبور رئيس الجمهوريه، هو الذي امر بانهاء مهامه ويدخل فورا، واعطاه له مهله تاع 48 ساعه يلتحق بالجزائر فورا، يلفت قشو يخرج. وبالفعل لفت قشو كابتو ودخل، مرته ولاده خلاهم في اليكونت لحد الان، يعني ما نزلهمش للجزائر. مرته وولاده، عنده ولاده مسكين، عنده ابنه ربي شافيه مريض ونتعاطفوا معاه، مازالوا في اليكونت ما سافروش. بوعلام وحده رفد كابتو ونفذ الامر ودخل الجزائر بامر من رئيس الجمهوريه شخصيا، بناء على تقرير مفصل لا داعي للدخول في التفاصيل، عنده علاقه بليبيين. الا ما عجبكش انا نعطيك الرسم.
بدون الدخول في التفاصيل. عنده علاقه بالليبيين، كان يعرفهم خوك في اليكونت ودخل فيها قضايا منه وسيارات وكذا وكذا. اذا تقرير طلع الرئاسه الجمهوريه لعبد المجيد تبون، عبد المجيد تبون انهى مهامه، قال ننهي مهامه فورا ويلتحق بالجزائر ويلتحق بالمدرسه، يلتحق بمدرسه تكوين ضباط الامن في بن مسوس فورا. اذا محفوظ ما عندوش علاقه. لما هو راح المحفوظ، محفوظ قال له انا ما عنديش علاقه بيك، روح وين بعثوك، وش عندك في التكليف؟ قال عنده ليكون، روح ليكون انا خطيك ماكش تابع عليا. وبالفعل السيد رئيس الجمهوريه خذ قرار، قال لك راك مفصول من قنصليه اليكونت وتلتحق بالمدرسه، تروح تقري في ليكول. راه مليح كي بعثوه ليكول. اذا راح ليكول، وهذا الكلام انت قلته لانه هذه المعلومات انا عندي بصح ما حبيتش نهضر عليها. بصح انت مادام راك تتكلم وتورط في خوك انا نزيد نوضح اكثر. خوك راح ليكول ولكن لم يستوعب، ما اقتنعش في راسه باللي نحاوه من اليكونت وحطوه في ليكول بالنسبه ليه يعني ديغراداوه، يعني هبطوه من الرتبه ونقصوا من قيمته، ما عجبوش الحال. درك من حقه ومش من حقه صحيح غلط هذا موضوع اخر، ولكن هذه الحقيقه. بوعلام لم يتقبل القرار ولم يتقبل الامر الواقع اللي قرحوا فيه، تمرد، اصبح يتمرد، يخلق في المشاكل. الجنرال تاعو يقول له دير كذا، يقول له ما نديرش، ارواح ما نروحش، روح ما نروحش كذا، يعني تصرفات منافيه للانضباط العسكري. بوعلام تمرد تمرد كبير على القياده تاعو. القائد نتاعو كان يكتب يا ودي السيد هذا راه متمرد، يقولوا له اصبر، هذا بويو نعرفوه ناس ملاح والله يرحمه كذا، اصبر 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 اصبر. خلاص وصلت القياده الفوق، قال اي ابعثونا عزرين الصحراء عقوبه، عاقبوه، بعثوه الابعد نقطه في تندو في الحدود حمراء لولو هذه ولا يسموها للكارونت كما قلت نتايا المدفعيه، بعثوه كعقوبه، وبعثوه في بلاصه وين ما عنده ما يدير، مكتبه واحد ما يقرا، قال روح ريح في المكتبه ثم احسب الكتب وريح ثم وقتنا. نفس الشيء كان تمرد ودخل في امور الله اعلم، اتصالات يقال انه تواصل مع فلان وفلان ومعاك انت كان يتواصل معاك ويعطيك بعض الاخبار وبعض المعلومات وبعض كذا وكذا. مصالح الامن قامت بدورها، ظلموه ولا ما ظلموش هذا امر متروك للعداله. وانا تكلمت معاك اكثر من مره، الحمد لله ما تقابلتكش، كل مره تقول لي نتقابلوا ونقول لك من بعد نلقى سبه من بعد لاني بصراحه ما من بكري ما كنتش ثايق فيك، ودرك ما نثيقش فيك، استغفر الله يا ربي تحط يدك في الجنه، ما نثيقش فيك، عمري ما تقابلت معاك ومش راح نتقابل معاك، لكن في التليفون نتكلموا، كل مره تكلمني والله نكلمك ونقول لك يا توفيق اصبر 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 على خاوتك مساكن راك تزيد لهم في المشاكل، اصبر حتى يتحاكموا يا سيدي، اصبر كي يتحاكموا، الى حكموا لهم حكم قاسي وكبير وبعد كروح خرج سبربوحي تعرى. مادام خاوتك مازال ما تحاكموش اصبر، ما تزيد لهمش كما يقول لك الناس الطين بله، ما تزيد لهمش مشاكل، اصبر اصبر. كل مره نصبر فيك، ومره قنعتك قلت لك اخرج معايا باش تريق الامور وبالك تدخل الجزائر، راك توحشت امك توحشتك تدخل الجزائر لانه عندك امك وعندك خاوتك وكذا، قلت لي عندك الحق، قلت لك اطلب اعتذار، قلت لي وي، وخرجت طلبت الاعتذار، اعتذر من قائد اركان الجيش الفريق الاول سعيد شنقريحه اسمح لي، ويا شفيق وليدو اسمح لي، ويا تبون اسمح لي وكذا، وقلنا الحمد لله وربي هداه، هاو استعقل ونزوجوه ونختلوه ونربوه ونديروا له كذا كذا، السيد راح يهضر فيها قرعه تاع فودكا ولا قرعه تاع ويسكي، خرج قاعد يهضر فيه كلام خطير. قايد صالح قتلوه، وانا كنت ندخل الفيلا تاع قايد صالح ولقيت عنده الخاتم وفلان ودا الوثائق وكذا ولي زافير وكذا، وانا خطير كلام المشكل انه هذا تتول من قول شيء ورط حتى نفسه، يقول باللي واحد اتصل بيا وكان عنده مشكل وكذا كذا، وانا عيطت للقاضي قلت له ريقليه وعطاو 6 شهور. هذه يسموه استغلال نفوذ يا غبي، يا غبي تراك تكتب في روحك، راك باصي في روحك، انت تتصل بقاضي راك باصي روحك وباصي القاضي، معناتها درك مصالح الامن قادرين يديروا انكيت، شكون هو القاضي اللي اتصل به توتال منقوشه وقال له باللي يطلق فلان وطلقوا 6 شهور،
تباصي فيه مسكين القاضي روندي لك سيرفيس، قدم لك خدمه لوجه الله او في خاطر بويك، في وجه بويك، قال يا بوي وهذا يا مدير القضاء العسكري المدير تاعنا ايا نروندي له سيرفيس، وطلق السيد 6 شهور. كارثه. تعيط للسيد تقول له خلاص يبا هذاك اخوك يطلقوه ويحكموا له 6 شهور، والله وبالفعل حكموا له 6 شهور. هو يعترف، توفيق توت المنقوشه يعترف انه تدخل لصالح واحد من طرفيك يسموها الاعفاء العسكري مطرافيكي، ليفري مطرافيكي، ومن بعد كذا خرجتوه ب6 شهور سورسي، ومن بعد تلاقيت مع خوه وقال لي يا اخي خلصتك. قلت له كيف خلصتني؟ قال عطيتك 350 مليون وعطيتهم اسمه هذا هواري ولا اسمه، عيطت له كذا. يعني كلام خطير، تعطي في معلومات خطيره جدا، تورط في روحك. يا ربي الناس عاونوك لوجه الله او في وجه بيك وسمعوا لك وكذا، تروح تكشفهم قدام الناس، يعني ما فيكش ثقه. وانا بالمناسبه احذر الناس اللي راهم يتصلوا بتوته المنقوشه، راهو انسان مش تاع ثقه، راه غدوه يباسيكم. هاو قاضي دار له روندي له سيرفيس عشان بسيط، دوكا جماعه الامن العسكري دي سياسه يحوسوا يونكيتي ويحوسوا على القاضي هذا. وجريمه مثل هذه لا تموت بالتقادم، ما قالش عندها 20 سنه ماتت، لا، يقدروا يجبدوها له 20 سنه قال رواح. شكون هذا القاضي هذا اللي خرج واحد متهم ب6 شهور سورسي؟ يعني السيد مهبول يباسي في روحه. خويا قال لي وكذا 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 وكذا، ويدور يدور يدور ويعاود بكلام خطير. لهذا السبب اللي انا شفت انه من واجب اي جزائري غيور على مصلحه البلاد، غيور على مصلحه المؤسسه العسكريه، انه يرفض هذا الكلام من واحد مختل عقليا، من واحد مريض، واحد مهبول، واحد قاعد يعاقب في نفسه وقاعد يعاقب في خاوته. خاوته في السجن متبرين منه، خاوته في السجن قالوا اسكت علينا يا سيدي اختينا، يا سيدي بطلنا، راهم نادمين انهم في يوم من الايام هضروا معاه. سيد مهبول، لانه الكلام اللي يقول فيه هذا توفيق اللي كان ساكن في حي عسكري مع كبار الجنرالات، انا خايف خطر الجايه يخرج في فيديو وحده والله مع عبدو سمار يحكي لنا على مرض بودواو واش كتطيب، على مرض لشخم واش كتطيب، على مرض عكرون واش كتطيب، على مرض مش عارفنا اسماعيل واش كتطيب. كارثه. يعني يحكي لنا حتى على بناتهم واش كانوا لابسين، واش كانوا ياكلوا، واش كانوا يشربوا، واش كانوا يسهروا، واش كانوا يغنوا، يعني اسرار عائليه يحكيها سيد مهبول. هطلقوا العتروس وربطوا لنا التوفيق بالنصر، هطلقوا العتروس وربطوا لنا التوفيق بالنصر. فاصل وواصل نشرب كاس ما تعبت. الله العظيم تعبنا هذا المنقوش. مرحبا من جديد. دائما في هذا الموضوع نعاود نذكر أنه النقد البناء مقبول، النقد البناء مقبول، بل هو واجب وطني. لأنه نعاود نذكركم أنه قبل 2014 لم يكن أي أحد يتكلم على أسرار المؤسسة العسكرية ولا على أسرار حتى رئاسة الجمهورية. لماذا؟ لأنه كان فيه تماسك داخل أجهزة الأمن، كان فيه تنسيق، كان فيه يعني تعطير. وقبل 2014 لم يكون ضباط المؤسسة العسكرية أنبياء، ما كانوش نضافوا وكذا والدنيا، لا، كان فيه بعض الفاسدين، ولكن معاقبة الفاسدين قبل 2014 كانت تتم في سرية. لما
يوصلوا ملف إلى مدير أمن الجيش أو مدير الأمن الداخلي أو حتى مدير الأمن الخارجي أو جهاز مدير مخابرات فريق توفيق، قال هذا راه دار فساد، راه دار كذا كذا، قال عالجوا القضية في سرية ويتم معاقبة الضابط الفاسد أو المجرم عقوبة تليق بتاريخه، تليق بمنصبه، وتليق بسمعة المؤسسة. يعني اللي لازم يطردوه من الجيش يراديوه ويقولوا تبلع فمك، راديو وبلع فمك. نعطيكم مثال، عندنا ثلاث مجرمين أجرموا في المؤسسة العسكرية ولحد الآن أسرارهم مخبية. أنا حاولت والله العلي العظيم، حاولت مع أكبر مسؤول اللي هو المرحوم خالد نزار، قلت له يا سي خالد نزار أعطيني أسرارهم هذو وخلينا نفضحهم. قال لي لا، أخلاق المؤسسة العسكرية تحتم علينا عدم كشف أسرار الدولة. ثلاث خونة، ملف رقاص العيون هشام عبود المطرود من الجيش، طرد لأسباب سرية لحد الآن ما على بالناش بها، مطرود من الجيش، عندهم ملف كحل عليه، بالإضافة إلى فساد الأخلاقي والخدايم نتاعو الشينة اللي كان يدير فيها وحاجة بالقوادة وكذا وكذا، عنده ملفات أخرى اللي هي ملفات الخيانة العظمى. لكن لا يوجد لحد الآن، لم يتم تسريب هذه المعلومات بشكل رسمي. أنا عندي تطريش كلام أنه خيانة عظمى، أنه سرب معلومات لبعض القياديين تاع منظمة التحرير الفلسطينية، جماعة أبو جهاد وأبو إياد والجماعة، سرب معلومات عليهم وباعها لعملاء الموساد، باعها لهم بثمن تافه بخس. على هذا الأساس اللي تم طرده، ولكن في سرية. لماذا؟ لأنه كشف فساد هذا المجرم يضر بالمؤسسة العسكرية، يشوه صورة المؤسسة العسكرية وجهاز مخابرات، إذا يخلوها في السر. قال أخرج كي حبة طماطيش المسخة، أخرج وبلع فمك. وبالفعل كان مبلع فمه حتى 95 هرب ولا يتكلم، حتى نهرب 95 ولا يتكلم، لكن ما قالش الحقيقة، ما قالش لماذا تم طرده من الجيش. كي تسأل على رقاصة العيون تقول له يقول له أنا خرجت، يا خرجت بعد كان رحت لكمال عبد الرحمن ضربت عليه الباب قلت له أنا ما استعرفش بيك، بعد كان رحت للجنرال اسماعيل ضربت عليه الباب وجيت رايح، توفيق ما حبش يستقبلني وانا قلت نتزو معاهم، انا محبب الواد انا. لكن عمره ما يقول الحقيقة، لأنه يعرف جيدا أن عقيدة المؤسسة العسكرية وعقيدة جهاز المخابرات أنه لا يكشف أسرار ضباطه، حتى وإن كانوا خونة ومجرمين ما يكشفش أسرارهم. هذا قبل 2014، لأنه بعد 2014 تغيرت الأمور. قبل 2014 أسرار الضباط وصف الضباط والجنود سر تام، ما تخش المعلومات. المجرم الثاني نوار عبد المالك اللي كان في السجن سراق، سيد يسرق كوفرتات، يسرق كذا يسرق كذا يسرق كذا، دخلوا السجن ضرب بروقيه وبعد خرج هرب. نفس الشيء، سألت أكثر من مسؤول عسكري جنرال عقيد، سألتهم يا ودي يعطونا الملف تاع انور مالك، قال لك ما نقدروش، ممنوع. سألت حتى خالد نزار، يا سي نزار أعطينا الملف، قال لك لا ممنوع، قال لك ما نقدروش لأنه أسرار دولة اللي تمس بمصداقية المؤسسة ما نقدروش نتكلموا عليها. وبالفعل ما عندناش الملف الحقيقي، عندنا تطريش كلام أنه سرق دخل السجن وكذا وكذا، لكن الملف الحقيقي ما عندناش. المجرم الثالث السويدية اللي رجع روحوا بطل، وانا كنت ندي العسكري يروحوا يقتلوا وانا نسوق بهم. يعني تخيل انت واحد يطلع يسوق بهم والجنود يروحوا يديروا عمليات يقتلوا الناس وهو يسوق بهم، هذه عمرها ما صرات الا واحد ضابط جبان وغبي، جبان حقير، او يخاف من الرصاص. انا نسوق بكم بصح انتم روحوا تقتلوا، بصح انا القائد تاعكم. هي القائد تاعهم يطيح عندكم في الصف الاول، القائد يكون في الصف الاول. اذا كان قتيل انت تقتل، اذا كان دفاع انت تدافع، اذا كان هجوم تتهاجم. ماشي تبعث العسكر مساكن يروحوا على رؤوسهم وانت قاعد متخبي في الطوموبيل تسوق بهم، هذه عمرها ما صرات. جبان.
لانه في الكتاب تاعو يبين روحه انه بطل، ويقول لك انا كنت نصوب بهم برك. هي وانت واش كن يعني انت والارهابيين كيف كنت نعمر في الماء، نلقط في الحطب، نطيب في الخبز، هذا واش كنت تدير؟ هذا سويديه مجرم وسراق، كان يسرق طوموبيلات، البيبان، التواقي، يسرق كل حاجه. طلبت نفس الشيء الملف تاعو، اعطونا الملف تاعو وثائق ادله، قال لك لا، اسرار الدوله، لانه تحاكم والملفات نتاعهم موجودين في المحكمه العسكريه سري للغايه ما تخرجش. اذا قبل 2014 ملفات الفاسدين والمجرمين ما كانتش تخرج. وقتاش بدات تخرج؟ بدات تخرج لما تم التخلص من صقور ورموز المؤسسه العسكريه وجهاز المخابرات، وجابوا لنا الخونه، جابوا لنا الاغبياء، تيرش مول العماره، الاخضر مول العماره، خضره فوق طعام، ولكن اللي متحكم في زمام الامور كان كمال الكنيش، وهو عامل وخائن، ومعاه قربان بونويرة، ومعاه بعض الخونه. انا بديت من 2014 لما جاء كمال الكنيش، وخاصه 2017 لما تحكم ولا شاد السي بي امي وشاد الدي سياسه ولاو متحكمين. اول واحد بدا يكشف اسرار الخونه والعملاء هو بن زديره. انا ثم بديت نتكلم على المؤسسه العسكريه، لانه واحد يسالني يقول لي بن زديره بصح انت اول واحد كنت تتكلم. نعم، انا كنت اتكلم على الخونه وليس المؤسسه، كنت نقول المؤسسه نظيفه لكن هم الخونه. وبعد سنوات اثبتت الايام واثبتت الادله واثبتت يعني بالدليل والبرهان ان ما يقوله بن زديره صحيح. كمال الكنيش خائن، راهو في السجن بتهمه الخيانه. وسيني بوعزة خائن او في السجن بتهمه الخيانه. فريد بن شيخ خائن او في السجن بتهمه الخيانه. وهذو كبار المسؤولين، مدير امن الجيش، مدير الامن الداخلي، مدير الامن الوطني، يعني كبار. في الوقت اللي كنت نتكلم عليهم كانوا يقولوا بن زديره مهبول. واش بيه بن زديره انتحاري؟ انا يهضر على مدير الشرطه، تتهم فريد بن الشيخ باللي خائن؟ نعم خائن، لاني كنت متاكد، عندي ادله واثباتات انه عميل وخائن، وليس كل ما يعرف يقال. يعني هذا توته المنقوشه لو كان عنده المعلومات اللي عندي انا مش عارف شو يدير. يا ربي هذا ما عندوش، هذا كان وليد جنرال، خوه اليوتنو كولونيل، كان كما يقول لك الناس يبربش منه ولا يتكلم في كلام اللي ما عنده حتى لاساس لا راس. يعني لو كان عنده ملف كمال الكنيش وعنده ملف وسيم بوعزه وعنده ملف قربيط بنويره وعنده ملف فريد بن الشيخ، ما واش يدير هذا؟ يقلب لنا البلاد سافيه على عافيه ولا واش؟ اذا من ايام اللي كنا نتكلموا على العملاء والخونه، من ايام اللي كنا نتكلموا على الخونه والعملاء، لانهم هما اللي كانوا يسربوا معلومات. انا قلت لكم في 2017 اللي كان يغلطني ويعطيني معلومات ويمد من جهه اخرى الناس اخرين، يمد محمد الوالي الله يرحمه اللي مسمي روحه القط ومن بعد ولا هو في روحه القط، يمد الناس اخرين، يمد الالبير فرحات، يمد الياس سمو سعدي، يمد جماعه بزاف. انا كانت عندي قائمه اللي يمد لهم كمال الكنيش. انا ثم عرفت بلي خائن، يعطيني معلومات مسمى، يسرب معلومات للجيش، ضد الجيش، ضد المؤسسه، ضد الامن الداخلي، ضد الامن الخارجي، والخارجي ضد الامن الجيش، ضد السياسه، وسي بي ام ضد السي بي والسي بي. يعني كان يدير فيه بلبله. ما هو الهدف؟ الهدف هو خدمه اجنده خارجيه. انا ثم اللي اكتشفت انه خائن وكشفته، لانه قبلها كان صاحبي. انا كمال الكنيش قبل ما نكشفه قبل 2017 كان صاحبي. كي نقول كان صاحبي ما تلاقيتوش، ولكن كان يتكلم معايا ويرسل لي معلومات ويعطيني في اسرار، وانا كنت نشوف بلي اسرار. بصح انا كنت الحمد لله كنت نخمم هذا مهبول يعطيني اسرار ضد طرطاق، ضد جبار، ضد توفيق، ضد فلان، ضد فلان. ما هو الهدف؟ حتى وان كانت صحيحه، لماذا؟ هذه اسرار تاع جيش وعلاش سربي فيها؟ كان يتخيلني انني خائن مثل بعض الخونه. اذا تتذكروا قرميط بنويره هو الذي ارسل قائمه الضباط بالاسماء والماتريكين، يرسلهم لزيطوط، وصلهم لي انا نفس الشيء جاوني من عند قرميط بنويره في الوقت اللي راحوا عند زيطوط، لكن انا ما نشرتهمش الحمد لله، بصح زيطوط نشرهم. يعني نفس الفريق تاع الخونه كانوا يوزعوا في المعلومات والاسرار وشوفوا الى نشر بن زديره، اللهم بارك، ما نشرش ندوها لغيره. ولحد الان كاين بعض الخونه لحد الان يرسلوا لي معلومات كي ما نشرهاش، يرسلوها لوليد ملوكه او يرسلوها
حتى التوفيق هذا توت المنقوشه ويرسلوا لاي واحد. يتذكروا قبل شهر ولا شهرين قلت لكم كاين عندي معلومات انه رايحين ينشروا صور لافراد عائله قائد اركان الجيش سعيد الشنقريحه، قلتها لكم قبل ما ينشروا. لماذا؟ لانه وصلتني، رسلوها لي انا، بصح انا ما حبيتش ننشرها وحذرت. ردوا بالكم راهم رايحين ينشروا لانهم رسلوا لي انا وانا ما نشرتش. دوكا يرسلوا الولد ملوكه راه يرسلوا زيد ولا بوزيد، وبالفعل بعدها بحوالي يومين 3 ايام بداو ينشروا. وليد ملوكه ينشر منا والاخر منا والاخر منا، الحمد لله اللهم اني بلغت. اذا الخيانه والضرب تحت الحزام بدات من ايام كمال الكانيش وما زالت مستمره لحد اليوم. ما زالت مستمره لحد اليوم. يخرج لنا واحد مهبول مثل توت المنقوشه ويتكلم كلام مثل هذا غير مسؤول، شيء خطير، شيء خطير، خاصة أنه ابن المؤسسة، ابن الكازيرنا، متربي في الكازيرنا وزايد في الكازيرنا وعايش في الكازيرنا ولحم كتافه من الكازيرنا، ويخرج يقول لك باللي أنا شكيت هذاك فلان ماهوش مليح فاسد وهذاك السيد كذا وهذاك قتلوه وهذاك كذا. لمصلحة من؟ لمصلحة من تقول هذا الكلام يا توت المنقوشة؟ لمصلحة من؟ الشعب يهمه هذا الأمر، تاريخ يهمه. إذا كان عندك إثباتات ولا كاين شهود تسجل لكتب التاريخ وتسجل أو تمد أو تسلم لمصالح مختصة. يعني أنت راك تتهم قائد أركان الجيش الشنقريحة وبن جلول مدير القضاء مدير الصحة العسكرية سابقا وجماعة أنهم هما اللي تسطروا على جريمة قتل القايد صالح، وما حبوش يخبروا تبون، ومن بعد خبروا تبون وقال لهم ما ديروش التشريع. انا تتهم ثاني تبون، معناتها تبون على باله وتسطر على الجريمه. هذا كلام خطير، هذا كلام خطير يا توت المنقوشه. انت تروج لي كلام خطير من شأنه المساس بسمعه المؤسسه العسكريه، وهذه الاشاعات لا تخدم الا اعداء الجزائر وليس اعداء الاسماء، ليس اعداء شنقريحه ولا اعداء تبون ولا اعداء زيد ولا بوزيد، لا، اعداء الجزائر. لانه كلام مثل هذا كلام خطير وخطير جدا، يمس بالمؤسسه العسكريه وبالتالي يمس بالجزائر، يمس بالجزائر كدوله. اذا انتقاد شيء والمساس بالدوله ومؤسسات الدوله شيء اخر. ونعاود نقول لك يا توت المنقوشه، انت تورط نفسك وتورط عائلتك وتورط اخوانك اللي راهم في السجن، وراك قاعد تزيد في الطين بله، وراك قاعد تاكد في اتهامات خطيره وخطيره جدا حتى ضدك انت، اتهامات خطيره وخطيره جدا حتى ضدك انت. راك تقول في كلام اللي تحمل مسؤوليته امام القضاء وامام التاريخ وامام الله سبحانه وتعالى. كلام خطير، كلام خطير. فاصل ونواصل. تعبتنا يا توت المنقوشة، تعبتنا يا توت المنقوشة، تعبتنا. مرحبا من جديد. وش المواضيع الأخرى اللي نتكلم عليها؟ الآن نتكلم شوية، الآن ننتقدوا المسؤولين، ما ننتقدوش مؤسسة الدولة. الآن أنا راح نشرشح وراح ننتقد، ولكن ننتقد المسؤولين الفاشلين والفاسدين وليس مؤسسات الدولة. أنا دائما أقول القادم أسوأ من الجنوب، دائما نقول القادم أسوأ من الجنوب. يا ناس، الخطر العظيم الذي يهدد الجزائر من الجنوب، من الصحراء. مشكلتنا في الصحراء، وهذه مشكلتنا في الصحراء ليست وليدة اليوم، ليست وليدة اليوم. مشكلتنا في الصحراء من 1957. 1957 شارل دي غول دخل في مفاوضات مع المجاهدين والشهداء رحمهم الله، اللي كانوا مجاهدين أصبحوا شهداء. دخل معهم في مفاوضات، قال لهم باللي نعطوكم استقلال الشمال وندوا الولاية السادسة الصحراء نقسموها.
بالرغم من أنه في 57 لم يكن يعرف المجاهدين والشهداء رحمهم الله، ما كانوش يعرفوا أنه كاين بترول أو أنه كاين يورانيوم أو كاين ذهب في الصحراء، أو ما يعرفوش. كانوا بالنسبة لهم الصحراء يعني قاحلة، واحد ما يسكن فيها البدو نتاع الطوارق وكذا، واحد كاين. أصلا المجاهدين كانوا قليل في الصحراء، يعني شوية، ممكن في تمراس عين صالح تلقى 3 4 5 مجاهدين، لأنه ما كانش كاين اقتتال وكاين جيش فرنسي. كانوا يعني تقريبا منطقة مسالمة لأنه ما كانش عدد السكان كثير. لكن شارل دي غول كان يعرف قيمة الصحراء، لأنه في ذلك الوقت تم اكتشاف البترول وتم اكتشاف الغاز وتم اكتشاف معادن، وكانت التجارب النووية راح تبدأ في رقان. إذا قال لهم خلاص نعطيكم الشمال استقلال بدون سلاح بدون حرب. 57 يعني بداية الثورة، 3 سنوات في بداية الثورة، مازال ما سخنتش الحالة مليح مليح. نعطيكم استقلال الشمال بدون مشاكل والجنوب ندوه. قال له أبدا أبدا مستحيل. كل الجزائر حبة تعرمل ما نسمحوش فيها. تخطيط كان من 57. بعد الاستقلال نفس الشيء، حاولوا يتفاوضوا أننا نستغل الصحراء الجزائرية للتجارب النووية ونعطوكم تعويضات نخلصوكم وندير لكم. مستحيل، لا بنبلة ولا بومدين ولا غيره، مستحيل. لكن دي غول قالها كلمة لأحفاده، أننا خرجنا وسنعود. قال خرجنا وسنعود، يهدد ويتوعد أن استعمار الفرنسي سيعود إلى الصحراء. لهذا السبب اللي أنا دائما أقول لكم أنه الخطر القادم من الصحراء، المشكل الكبير جاينا من الصحراء. لماذا؟ لأنه أطماع الغرب بالدرجة الأولى، أطماع الغرب بالدرجة الأولى، وتخلي الإدارة المركزية الجزائرية والسلطة المركزية على الجنوب. ما كانش تنمية، لا توجد تنمية في الصحراء، عدم اهتمام بسكان الجنوب. أنا قلت لكم مقترح قدمته مازلت عند رأيي. سكان الجنوب من المفروض معفيين من الكهرباء، من فاتورة الكهرباء، من فاتورة الماء، من فاتورة الغاز، معفيين. الفاتورة يخلصوها اللي ساكنين في الشمال. اللي يحب نقص له في الغاز والتريستي والماء يروح يسكن في الصحراء. أنا هذا رأيي. الحل الوحيد لتعمير الصحراء تشجيع أولا الفلاحين في الصحراء أنه تريستي باطل. من المفروض الفلاحين في الصحراء، كل الصحراء الفلاحين، الكهرباء باطل، خدم الفلاحة برك، الماء أحفر بير واخدم، والتريستي باطل. حتى أشجع الفلاحة الصحراوية. ونزيد اللي ما عندوش وحاب يدير الفلاحة نعطي له قرض بدون فائدة. قال أي واحد حاب يدير الفلاحة نعطي لك قرض بدون فائدة لمدة 5 سنوات، ونراقبك. ما نعطيكش قرض تروح تشري لي مرسيدس دور بها ولا تروح تشري لي جولف دور بها، لا، نعطيك مليار قرض تروح تبني اونغار تاع دجاج، تبني كوري تاع غنم تاع بقر، تزرع القمح والشعير، تزرع البطاطا، المهم دير فلاحة. أنا الفكرة نتاعي هي تنمية الجنوب وتشجيع سكان الشمال أنهم يسكنوا في الجنوب، وروح اسكن في الصحراء. ليس فقط في صنع الغاز وصناطراك، حاسي مسعود وحاسي الرملو، لا، روح العين صالح، روح الإليزي، جانات، تمراس، أضرار، أخدم الفلاحة والدولة تشجعكم. لأنني مؤمن إيمان قوي أن الخطر العظيم قادم من الصحراء. الخطر العظيم قادم من الصحراء، لأنها منطقة رخوة، منطقة لينة، سكانها ناس أبرياء مساكن، يعني سكانها ناس نوايا مساكن، وهذا النوايا مساكن هذو يسهل يعني خداعهم بسهولة. نعم، وناس وطنيين، ناس وطنيين حريصين على وحدة التراب الوطني، ولكنهم ناس نوايا وناس بسطاء، مطالبهم بسيطة.
يعني أنا نخرج في 2026 تعطيني معلومة، راني بث مباشر، كيفاش تعطيني معلومة؟ واش دخل المعلومة هذه تعطيها لي عندها علاقة بالصحراء واش؟ يعني أنا في 2026 نشوف فيديو كما هذا، بالرغم من أنه باش ما نخدعكمش وما نخدعش نفسي، أنا درت مونتاج تركيب ما بين فيديو لناس الصحراء وفيديو لواحد سياسي يقول كلام، لكن للأسف الشديد هذا الكلام السياسي لهذا الرجل السياسي في 2026 مازلنا نقولوه. اللي تهضر معايا يقول لك صح، قول لي واش هي المعلومه، ما نقولش صح بالرقم، قول واش تعوز معلومه. يعني لحد الان كنت تهضر معايا يقول لك يا ودي وحده الوطن والتراب والجزائر تعرض لمخاطر، والجزائر مؤامره وتهديد وكذا وكذا. هي الجزائر مهدده على بالنا ب 57، ماشي جديده. يا ربي الجزائر مهدده والخطر والمؤامره وهذه من 57، يعني من الثوره، من الثوره. لكن سكان الجنوب الان ماذا يطالبون؟ اسمعوا اسمعوا. اسمعوا هذا سكان الجنوب وش يقولوا مساكن. يعني من الثوره، من الثوره. لكن سكان الجنوب الان ماذا يطالبون؟ اسمعوا اسمعوا. لا لا ان شاء الله نحن واقفين هذا شيء لا مسؤول ولا شيء ما كان. والله تعذر حرام تعذر برانا فتره عباده رانا تعذرنا الحسنه. ناس يطالبوا بالماء، يا ودي خافوا ربي يعطونا نشربوا وانا ما عندناش نشربوا. سكان الجنوب يطالبوا بالماء، يعطونا نشربوا. يا ودي بجاه ربي يعطونا، احنا ما طلبنا، لا قال اعطونا عمارات فلاديه، ما قال اعطونا فيلا في كلوب دي بان، ما قال اعطونا في موريتي، ما قال اعطونا فيلا في السطوالي، ما قلنا لكم اعطونا مش عارفنا يا سيارات فارهه، ما قلنا لكم اعطونا طائرات، قلنا لكم اعطونا مويه نشربوا، اعطونا مويه نشربوا. يخرج لهم بن قرينه يقول لهم كيف انا هذا لكم الجزائر معرضه للخطر والدنيا واخذه، وانت تقول لي يا ودي قريت قسامك انت الغده الدرقيه. اي سمعت، اي دوك نهضروا عليها صلاه كنبي. ها والله تعوز دي دوك ترجع لي. يخرجوا بن قرينه يقول له مؤامره، وحنا نقول لك واش احنا نقول لك الدنيا واخذه، تقول لي اعطيني نشرب، اعطيني نشرب، اعطيني نضلع. هي والدنيا واخده والمؤامره ما نشربش نموت بالشر. يعني تسكتني ما دام احنا نقولوا بلي الحدود الجنوبيه راهي في خطر، موتوا بالشر ما تشربوش. سيد يقول لك اعطيني نشرب، تقول له رانا مهددين بالخطر، وكان المؤامره من مالي ومن نيجر ومن ليبيا. يا ربي على بالنا بالمؤامره، بصح وفر له الماء. اكبر خزان ماء في العالم او ثاني خزان بعد خزان كاليفورنيا اللي موجود هو تاع الصحراء الجزائريه. اكبر خزان ماء تحت الارض في عين صالح، القلب نتاعو في عين صالح. يا ربي خرجوا الماء خلوا الناس تشرب، خرجوا الماء خلوا الناس تشرب. يعني وعلاش تهبلوا في الناس؟ خلوا الناس تشرب، هاتولهم. انا قلت لكم لو كان عندي مسؤوليه، اولا الماء والكهرباء والغاز من غردايه او من المنيعه ولتحت باطل باطل باطل، ما كاش. كي نقول باطل يعني ندير لهم يعني حاجه رمزيه، حاجه رمزيه. ما يدفعش كما واحد ساكن في تيبازا ولا في سطوالي ولا ساكن في تيزي وزو ولا في بجاي ولا في جيجل اللي مقابل البحر، وعنده كي يسخن وتطلع له السخانه يهبط للبحر يتبلقط كما يقول لك، يهبط يعوم. اللي عاين اللي ساكن في برج باجي المختار تين زواتين تحكموا السخانه مسكين ما كانش، يروح الكليماتيزور يجي الفاتوره 5 ملايين و 6 ملايين. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. انا نقول انه الكهرباء باطل لسكان الجنوب، الكهرباء باطل. نزيد نعاون السكان اللي في الجنوب بمشاريع، لانه سكان الجنوب عندهم حاجه واحده راهم يخدموا فيها هي التهريب، والتهريب اللي يخدموا فيه من عن جد الجد، ماهوش حاجه جديده. السيد زاد لقى ما كاش خدمه،
أبويه كان مهرب، جده كان مهرب، جد جده كان مهرب، يبقى في التهريب. الآن في قضية التهريب أنت وتربيتك أنت وأخلاقك. واحد يهرب المواد الغذائية، واحد يهرب المخدرات، واحد يهرب السلاح، واحد يهرب البشر، واحد يهرب الذهب، يعني كل واحد كيفاش. لكن هذا المهربين لو وجدوا مشاريع، لو وجدوا فلاحة، لو وجدوا المال يشربوه، أنا نظن باللي التهريب ينقص. لأنه مخاطر التهريب بالإضافة إلى أنه حرام، المخاطر تاعو يشدوك وممكن رصاص ولا دوان ولا بوليس وجدرمية وكذا كذا. كي تعطي له مشروع، قال لي أخي نعطيك أنا مشروع، أي مشروع في الصحراء خاصة الفلاحة، ندعمك باش دير الفلاحة. أنا عوض أنني نجيب لك البطاطا من العاصمة، تولي البطاطا من تمرست، الفاكهة من تمرست، الخضر من تمرست. جربنا الصحراء في واد سوف، أفضل أنواع الخضر والفواكه في واد سوف. والمناخ، الطبيعة اللي في واد سوف هي الطبيعة اللي في بشار ولا أضرار ولا تمرست نفسها. يعني الجو تاع واد سوف هو نفسه اللي في تمرست وبرج باجي المختار وتين زواتين وكل الصحراء. إذا لماذا لا نوفر الإمكانيات لسكان تمرست وغيرها ونخلوهم يخدموا الفلاح؟ على الأقل يكون فيه اكتفاء ذاتي، وأكثر من اكتفاء ذاتي يصدروا إلى مالي والنيجر وتشاد وكل موريتانيا وكل الدول، دول الجوار. يعني قادرة تكون الصحراء الجزائرية مصدر دخل أكثر من الغاز والبترول فقط من الفلاحة. والله من الفلاحة فقط نقدروا نستغناو على واردات ويعني خيرات البترول والغاز. وهذا الكلام اللي قاله الدكتور البروفيسور بن شريف في التسعينات لما كنا نضحكوا عليه، قال باللي نديروا بحر في الصحراء، كنا نقولوا السيد هذا مهبول. بالفعل بحيرة من تونس تفتح من قابس للصحراء، هذه هي النقطة الأولى. وبن شريف قال كلمة، قال كنا قادرين وما زلنا قادرين، رانا قادرين أننا بالفلاحة تاع الصحراء نشروا السلاح. نعم، قال احنا نقدروا ننتجوا البطاطا وننتجوا الخضر والفواكه نصدروها لروسيا، لأنه روسيا ما عندهمش البطاطا والخضر والفواكه، لأنه الجو طبعا قاسي. نعطوهم الخضر والفواكه ونعطوهم التمر، والدراهم اللي يعطوهم لنا سلاح. قال نعطيك أنا خضر وفواكه، تعطيني طائرات وصواريخ ودبابات. ويقدر. نعم نعم، هذه إنسان كي يسمعها يضحك، لكن لو يدقق فيها ويدرسها، نعم، روسيا تستورد الخضر والفواكه من كثير من دول، بينها تركيا، بالملايير ملايير يستوردوا خضر وفواكه من تركيا. يقدروا احنا نصدروا لهم. قال احنا نعطوكم كل عام نعطوكم 10 ملاير خضر وفواكه، تعطوها لنا أسلحة وما نعطوكمش دراهم. ما تعطونا ما نعطوكم السلعة، تعطونا السلعة مقايضة. إذن علينا أن نهتم بالصحراء، لأن الخطر القادم من الصحراء، المشكل الكبير من الصحراء. إذا كان ما اهتميناش بسكان الجنوب، ما وفرنا لهمش الماء وما وفرنا لهمش العلف المواشي تاعهم للجمال والأغنام اللي عندهم والماعز اللي عندهم، سيسهل استغلالهم من قبل أطراف خارجية. واحد ميت بالشر، ميت بالعطش، أعطيني نشرب، تقول ما نعطيكش. يجي غدوة واحد إسرائيلي من تل أبيب يعطي له قرعة تاع ماء، يقول له كثر خيرك. فهمتوا فهمتوش؟ هذو سكان الصحراء كي ما نعطوهمش الماء، بلادهم الجزائر ما تعطيهمش الماء، تجيهم غدوة إسرائيل تعطيهم الماء يمشوا معاه. والحديث قياس، والحديث قياس. فاصل ونواصل. مرحبا من جديد. أن حتى يعني في هذا ثقافة المواطنة، ثقافة المواطنة هي المشكلة اللي عندنا في الجزائر. الشعب يعني كاين واحد الكارثة، كاين واحد الأزمة ما بين الشعب في بينه وما بين السلطة. السلطة أصبحت تستعمل العقاب
والقوة بدل الوقاية. بدل الوقاية نستعمل العقاب، لأنه كاين الجريمة والعقاب. لكن قبل ارتكاب الجريمة كاين التوعية، كاين التوعية وكاين الوقاية. كاين التوعية وكاين الوقاية. أنا نشوف يعني لقطة مثل هذه، صورة مثل هذه، بصراحة ما لقيتهاش تفسير، ما فهمتهاش. جماعة التيك توك ما تشوفوهاش للأسف. صورة مثل هذه تاع واحد جايين يكسروا في حيط في عمارة، ها وين كسر فيه، ومن بعد صار فيه تدخلهم بناوا الحيط. مواطن فتح بابا خاصا داخل الدرج المشترك للعمارة، وتدخل حازم من السلطات إعادة غلقه بالإسمنت. يعني ومن بعد كما كان والو. يعني مواطن نفحت له بدون رخصة، فوضى، دابرك مولاه زريبة، كسر حيط والناس يجوا يا ودي حبس ما تسالونيش. ثقافة المواطنة ما كانش. ثقافة المواطنة للطرفين، لأنه اللي كسر الحيط هذايا هو يستاهل العقوبة، لكن لازمنا نديروا تحليل نفسي. انت أرواح فهمني، علاش تكسر الحيط؟ ما فهمتش علاش تكسر الحيط. اي حبيت نفتح باب، معيش تفتح باب، استشير سكان العمارة. هذا راك ماكش في دارك وحدك، راك في عمارة مشتركة. استشير سكان العمارة، جيب رخصة من لو بي جي ولا لو بي ال اف ولا مش عارف اللي متابعة لا دي اللي متابعة العمارة، جيب رخصة من عندهم إذا يسمح لك القانون. تخيل أنك تضربت الحيط هذاك والعمارة كلها طاحت. تخيل أنك ضربت الحيط هذاك وطحت في بيلي اللي هو الركيزة نتاع العمارة، ضربت البيلي هذاك تزعزع وطاحت العمارة، تسبب في مقتل الناس، تسبب في مقتل الناس. إذا ثقافة المواطنة ما كانش. فوضى، الفوضى من الطرفين. الفوضى تجي الآن من مصالح الأمن. الآن مصالح الأمن يجوا البياري اللي كات وراه هذا يكسر الحيط، يرفدوه الرفده الاسطوريه هذاك، منا زوج من شادينو زوج من يديه وزوج من كذا كذا، والله ما كذا اسطوريه، ويصوروا فيهم. هذا عمل غير قانوني. يعني اذا كان هذا المواطن اخطا وكسر حيط، او هذا المواطن اخطا وضرب واحد بسيف، او باع الزطله، ارتكب جريمه. هذا المواطن ارتكب جريمه. مصالح الامن لا يجب أن تعالج خطأ بخطأ، ولا يجب أن تعالج جريمة بجريمة. لأنه هذه الرفدة الأسطورية اللي راهم يورونا في الفيسبوك ويصوروا الرفدة الأسطورية رافدينهم منها كذا، رومبو شغل جواز النيزر ولا جواز النيجر ولا يسموها الأكتور هذاك، مع ولا سيلفستر ستالون رافد يعني واحد كذا بطل وكذا، أرنولد جواز النيجر هذاك الأمريكي، ولا ورونا بطل واحد جماعة البياري. هذه إساءة، إساءة لمصالح الأمن، إساءة لدولة القانون. لأنه هذا اللي ارتكب هذا العمل هذا غبي يسيء. لأنه هذا الرفدة الأسطورية لما صارت مرة مع مجرم تعتبر حالة شاذة، أو تعتبر يعني استثناء. قال هذا المجرم شدوه يعني بطريقة كما يقول لك الناس عفوية، شدوه بهذيك الطريقة ورموه في الله. هذه تعتبر طريقة نقولوا حالة عفوية، حالة استثنائية، حالة شاذة صارت نقدروا نفوتوا عليها. لكن عندما تصبح قاعدة من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، ومن أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، مصالح الأمن ولات عندهم شغل تعليمة من مديرية العام الأمن الوطني ولا من قيادة الدرك، لأنه يديروا فيها البوليسية وجدرمية في زوج، بوليسية وجدرمية. شدوا واحد من 4 من الناس ويلحوه في لوندريفار وكذا وناس تصفقوا. هذا غباء، إساءة للمؤسسة الأمنية، لأنه يتعارض وميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. لأنه غدوة تخرج لنا منظمات إنسانية من حقوق الإنسان في نيويورك، في جنيف، في أي دولة، يقول لك يا سي محمد تعاملوا في هذا شكارة تاع سميد. هذا يتعارض حقوق الإنسان، يتعارض الأخلاق، يتعارض القانون الذي يكفل كرامة المتهم مهما كانت جريمته، ويبقى المتهم بريء حتى تثبت إدانته. هذا متهم مجرم، نعم يطبق عليه القانون، لكن قانون الغاب، قانون الرفدة الأسطورية، وقانون مش عارف أنا هذا التمسخير، هذا أمر غير مقبول.
هذا امر غير مقبول. هذا زايله، هذا زايله نتاع الصح هذايا. هاي نعمل لك بلوك هكذا باش تروح تشوف تطاختك. اذا هذا الرفده الاسطوريه هذه غير مقبوله، تتعارض والقانون، تتعارض وميثاق الامم المتحده، تتعارض والدستور الجزائري الذي يكفل حق المواطن مهما كان. هذا مجرم، نعم، يستاهل 20 سنه سجن، نعم، ولكن لا يجب أن نمس بكرامة المواطن حتى وإن كان مجرم. مجرم نعم، لكن مواطن عنده إنسانية، عنده كرامة، عنده عائلة، عنده أولاد، عنده امرأة، عنده خاوة، عنده خواتات. خافوا ربي في نفوسكم، وخافوا ربي في القانون، خافوا ربي في الإنسانية، خافوا ربي في الدستور. لأنه وسائل الإعلام العالمية يشدوها لنا في يوم من الأيام، قال شوف الهمجية تاع مصالح الأمن الجزائرية، همجيين شادين مواطن هكذا رامين وكيشكارة تاع السميد فلوندروفار والناس تصفقوا، همجيين. هذا يبين همجية مصالح الأمن وليس تحضر مصالح الأمن، لأنه التحضر تاع مصالح الأمن هو أنك لما تشد المجرم شدوا قانونيا، يديه وراه، تدير له أصفاد لك الكلبشات تديرهم له، إذا كان تغطي له يا إما تهبط له راسه قانونيا، تهبط له راسه وين ما يبانش وجهه مليح مليح، أو تغطي له وجهه بغطاء جاكيطه ولا مش عارف سربيته ولا تريكو ولا اي حاجه تغطي له وجهه، تهبط له راسه قبل ما يركب في السياره باش ما يضربش راسه، لانك مهبطوا له باش ما يضربش راسه في الطوات تاع الطوموبيل الصرع، تشد له راسه تحميه وتدخله في السياره وتديه الى مركز التحقيق ثم الى قاضي التحقيق. اما هذيك اللي شادينه في ربعه منا ومنا وتشوكر والموسيقى والعياط لا 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 ورميه كالشكاره، هذا امر غير مقبول، امر غير قانوني، غير انساني، غير اخلاقي، يتعارض وسمعه الامن الوطني. هذا اساءه للامن الوطني. انا رسالتي اوجهها الى مدير عام الامن الوطني، هذا الفعل يسي علي بداوي يسيء للمؤسسه الامنيه ويسيء لتاريخك، لانه كتب التاريخ ستسجل انه في وقت علي بداوي كانوا يتعاملوا مع المواطنين كالحيوانات، يتعاملوا معاهم كشكار السميد. تقول لي مجرم؟ نعم مجرم، كان قانون يتعاقب، لأنه تسامحنا مع حالات استثنائية وقلنا باللي عفوية جات. جماعة الأمن كانوا مقلقين، رفضوا واحد ممكن حالة استثنائية، بصح باش تصبح قاعدة كل مجرم يشدوه، واحد شدوه يا ربي. شوفوا لي هذا المقطع أنا اللي ما فهمتوش أنا. ها وين هذا؟ ما فهمتوش أنا. وراه والله ماني عارف وين درتو. شوفوا هذا، اوكي، شوفوا معايا هذا، شوفوا معايا هذا المقطع انا اللي ما فهمتوش، والله ما فهمتوه لحد الان، مازال ما فهمتوش. يعني بداوي كانوا يتعاملوا مع المواطنين كالحيوانات، يتعاملوا معاهم كشكار السميد. الله ما فهمتوه انا. مجرم؟ نعم مجرم، كاين قانون يتعاقب، لانه تسامحنا مع حالات هذا مقطع اخرى يمشي هذا تاعه. هذا المقطع انا ما فهمتوش لحد الان، والله ما فهمته. هذا المقطع لحد الان ما فهمتوش. بوليسيه شدوا واحد عنده موطو، يمشي موطو، فتح لنا الكاجا، فتحوا لقاو عنده 6 قرعات تاع بيره، سنسلوه وكذا ورفدوه. ما هي التهمه؟ التهمه ما هي؟ حيازه 6 قرعات تاع بيره؟ واش دخلك فيه السيد؟ يا ربي وشني راح نديروا لنا فرقه النهي عن المنكر تاع السعوديه؟ ربنا في الجزائر دوله ديمقراطيه. السيد هذا اسكو لقيتوه يسكر علنيا ويسب ويدير مشاكل؟ لا، السيد ساتر روحه في انتم اللي خلطوا فيه. السيد ساتر الموطو تاعو مخبي فيها 6 قرع تاع بيره ولا 10 قرع تاع بيره، يعني الاستهلاك ماهوش ماديكازيات للبيع، لانه كان لقيتو ماديكازيات قال المتاجره في
المشروبات الكحوليه بدون رخصه، هنا يتعاقب. لكن هذا للاستهلاك راح يشرب 6 بيرات ماديا في الموطو تاعو، راح للشونتي ولا راح لدارو، ولا عنده رونديفو مع كشمه فراشه، ولا عنده رونديفو مع كشمه صاحب ولا صاحبته، ولا راح يشري يسكر. حريه شخصيه كما تسالوها. هل يوجد ماده في القانون الجزائري تمنع انك تشرب 6 بيرات؟ لا يوجد قانون. هذه يسموها حريه شخصيه. السيد يشرب بيرات مشكلته، واش دخلت تلقى سابو؟ لماذا تشوهون صورة الأمن الوطني وتشوهون صورة الدولة؟ ما فهمتش أنا علاش. يعني تصرف غبي. هذا الشرطي اللي شد هذا يابس تقرع بيرة ومصورين ومسنسلين ومادين، هذا تصرف غبي يتنافى القانون، يتنافى الدستور، يتنافى حقوق الإنسان. أنا ما هو ذنبي؟ شديتني بس تقرع تاع بيرة، ما تسالني. جبتهم لي طاطا أختك، لقيتني سرقتهم. يا عباد ربي اتقوا الله، خافوا ربي. كاين ضوابط. حتى بالنسبة لي جماعة الزطلة أنا ضد وأحاربها، ولكن علينا أن نفرق ما بين الاستهلاك والمتاجرة. واحد اللي عنده قارو تاع زطلة ما نروحش نسنسلو نديه، هذا ما كاش قانون يمنع. قانون يمنع المتاجرة، لأنه أمام العدالة اللي يلقوه استهلاك قارو تاع زطلة يطلقوه، يدير له غرامه تاع مليون ولا كسمه سورسيه يطلقوه، لانه لا يوجد قانون يمنع. انا لا اشجع الزطله، تعرفوني باللي نحارب الامور هذه، والحمد لله انا عمري ما نحبها، ما نشمها، ما عمري ما استهلكتها الحمد لله. ضد المخدرات هذه، ولكن المنطق منطق، القانون قانون. علينا ان نفرق ما بين الاستهلاك، واحد عنده قارو وهذا لا يمنع القانون في كل دول العالم، حتى في اوروبا، حتى في دول الخليج يلقاو قارو يقول لك ستر روحك روح بعدي. فرق ما بين واحد اللي عنده باكي يبيع. المتاجره بالمخدرات او المتاجره بالكحول ممنوع، لكن استهلاك هذه حق، حريه شخصيه. حريه شخصيه. السيد يشرب بيرات في داره مستور لا يسال عليه، خرا مخبيهم في الموطو. انتو علاش راح تخلطوا في قسم الموطو؟ لو كان خلطت له الموطو ولقيت فيها مخدرات وكاشيات وزائد البيرة عندك الحق. قال لقينا عنده مهلوسات ومخدرات وكحول، نكمل عليها طول. بصح السيد هذا ما لقيتوش عنده، خلينا شفناه بالكاميرا، لقيتو عنده بيرات. معناتها ما لقيتو عنده بيرات لا يوجد قانون يمنع. لا يوجد قانون يمنع استهلاك 4 ولا 5 ولا 6 ولا 10 كانيطات تاع بيرة. لا يوجد قانون يمنع. لي بار معمره في الجزائر، الجزائر الجي والمناطق الساحليه معمره بلي بار، واللي ما عندهمش لي بار عندهم لي ديبو تاع الشراب. وعلى بالكم ونص البوليسيه يسكروا، نص البوليسيه ونص العسكر ونص الشعب الجزائري يسكروا. جات في هذا يا برك شادينه بالموطو. يعني تصرف يتنافى وتطبيق القانون. علينا ان نحترم القانون، علينا ان نحترم حريه الانسان. الحياه الشخصيه للناس ما تمسوهاش. هذا مواطن ما دار حتى خطا، ما دار حتى جريمه. الحاجه الوحيده اللي دارها انه مخبي بيرات في موطو، تجوا تشهروا به وتصوروه وعندك وكذا كذا. لا اله الا الله محمد رسول الله. هاو الشعب اللي قلت لكم هذا الشعب اللي خافوا يحتلوه. شاف قال لك انا يحتاج الغرب للتآمر على الشعوب العافنه الموسقه. طبعا هذه الصوره هذه موجوده في تقريبا في كل الدول، حتى لا اقول كل، يعني معظم الدول العربيه. تجدها في المغرب، تجدها في الجزائر، تجدها في تونس، تجدها في ليبيا. لوسخ لهنا. بعد كي يقول لك يجي يقول لك الغرب يتآمر علينا. يا ربي يتآمر على الوسخ تاعك. قسما بالله الغرب ماشي قسما بالله على العظيم امريكا غدوه تحللهم تقول لهم يا امريكا وفرنسا وبريطانيا روحوا احتلوا الجزائر. يقول لك لا ما عندي ما ندير. تقول له احتل الصحراء يقول لك وي. الغرب امريكا بريطانيا فرنسا اسرائيل روسيا كل يريدون الصحراء الجزائريه ولا يريدون العاصمه والشمال. ما عندهم ما يديروا بها. فرنسا غدوه تحللها هي والامريكان تقول بجاه ربي روحوا احتلونا. يقول لك يا حبس واش نحتلوا الجزائر وكذا. اختي انا ما عندي ما نديروا بها ربي. ريحه منتنا والوساخ وكذا اختي انا مشاكل. الصحراء اوكي. اذا
أطماع الغرب للصحراء لما تكتنزه من خيرات، من ثروات. إذن علينا أن نحافظ على ثروتنا في الصحراء، مستقبل الأجيال القادمة في الصحراء، زراعة وثروات، غاز، بترول، يورانيوم، ذهب، حديد، ماء. علينا أن ننمي الجنوب، علينا أن ننمي الجنوب ونهتم بسكان الجنوب، علينا أن نهتم بسكان الجنوب، علينا أن نهتم بسكان الجنوب ونكسب وطنيتهم ومودتهم، لأن الخطر القادم من الجنوب، الخطر العظيم قادم من الجنوب. دبر راسكم. الرفدة الأسطورية تكلمنا هذه. اسمعوا معايا هذا المقطع المهم والمهم جدا. وثروات، غاز، بترول، يورانيوم، ذهب. لكن تأخر يا جماعة تيك توك، تأخرنا. هذه كلمة مهمة، كلمة مهمة هذه لوزير خارجية، وزير خارجية قطر يقول في كلام مهم ومهم جدا، كلام مهم ومهم جدا. بعد نزل لكم مقاطع جماعة تيك توك، كي كملت التيك توك نزل لكم مقاطع تشوفون في التيك توك ان شاء الله. هذه المقاطع مهمة جدا، نتمنى تتابعوها لأنها مهمة جدا. هذا وزير خارجية قطر يتكلم على موضوع مهم، وهو جيشك هو شعبك، جيشك هو شعبك. هذا الكلام أنا مقتنع به من زمان، من 20 سنة 30 سنة مقتنع به، من نعومة أظافري مقتنع به. ودائما نقولوا جيشك هو شعبك. يا تبون، جيشك هو شعبك، وشعبك هو جيشك. شعبك الجزائري هو جيشك. ما تنفعك لا تركيا ولا روسيا ولا أمريكا ولا فرنسا ولا أي دولة عندما يرفضك شعبك. ولن تضرك لا أمريكا ولا تركيا ولا روسيا ولا أي دولة في العالم عندما يكون شعبك يحبك ويلتف حولك ويقف معك وقفة رجل واحد. هذا وزير خارجية قطر، وأقوى رجل في قطر بعد الأمير رحمه الله اللي مات، يعني كان أقوى رجل هو هذا وزير الخارجية حمد بجاسم. وأغنى رجل في قطر هو مالك الجزيرة، هو مالك القطرية للطيران، كل الشركات ليه، القطرية للطيران اللي هي أكبر شركة في العالم، وقناة الجزيرة تاوعوا ملكه بدراهم، ومن بعد أعطاهم للدولة طبعا، أمهم له طبعا. هذا حمد بجاسم يقول أنه كنا نعتقد أن أمريكا والغرب يحميونا، قواعد العسكرية وكذا وكذا وكذا، لكن يقول أنه أبدا، اللي يحميك هو شعبك، اللي يحميك هو شعبك، وليس لا أمريكا ولا القواعد العسكرية ولا الصواريخ ولا الباتريوت ولا أي شيء. شعبك هو جيشك وهو حمايتك. الشعب هو اللي يحميك. لهذا السبب أنا دائما نقول تبون، يا تبون، حاول أنه يكون ثقة بينك وبين الشعب، حاول يكون أنه محبة، خلي الشعب يحبك، خلي الشعب يحبك، خلي الشعب كما يقول التونسي يتفرهد، خلي الشعب يعيش، خلي الشعب ياكل، خلي الشعب يشرب، خلي الشعب يفتح له الاستيراد، يدخل بنوات، لي زاكسيدون راهم يوميا، حوادث المرور راهي يوميا ناس تموت بسبب انه ما كانش عجلات، ما كانش قطع غيار. وموضوع الحافلات غدوه نتكلم عليه، لانه تكلموا معايا كثير من الناس على الحافلات، هذول راهم يشروا فيهم عليهم بالخردة بالكيلو. غدوه ان شاء الله بربي نخصص في الجزء من البث المباشر لمشكل الحافلات. اذا نفتحوا الاستيراد، خلوا الناس تعيش، خلوا الناس تزهى، خلوا الناس تاكل، خلوا الفلاحين يستوردوا العلف الهوايج تاعهم، احسن من نبقاو في نفس المشكل. هاو جاي رمضان باذن الله في فيفري نولوا حاصلين في استيراد اللحوم من البرازيل ومن الارجنتين ومن كذا ومن السنغال ومن طوغو ومن كذا وكذا،
ومن بعد جاي العيد موراها نولوا حاصلين في استيراد مليون كبش، ومن بعد الناس تسرق وتنهب ونولوا ندخلوا فيهم الحبس ونولوا نتابعوا فيهم، كارثه. يعني وعلاش نعطوا فرصه للفساد وبعد كنحاربوا الناس ونعاقبوهم وندخلوهم السجن؟ لماذا لا نفكر الان في الموسم القادم، في العيد القادم نفكروا من الان. ما هو الحل؟ الحل هو استيراد العلف. افتحوا السوق العلف، خلي الناس تجيب العلف، توكل الهوايش اللي عندهم، الغنم اللي عندهم، يسرى فيه تكاثر، يسرى فيه يعني تربيه الاغنام وكذا وكذا، وتولي الكبش يولي رخيص. وفروا العلف للفلاحين، وفروا المال للسكان في الجنوب يشربوا الماء. بل قرينا ساكن في سطوالي، الماء اش 24، كليماتيزور اش 24، السياره اش 24، البحر اش 24، لا بيسينا اش 24، وقول له سي محمد احنا نحكوا لك على المؤامره الخارجيه، تقول لي اعطيني الماء، اعطي له يشرب، اعطي له يرهج. انت ما تحسش بالعطش لانك ساكن في سطوالي، لانك ساكن في كلوب دي بان. بصح هذا ساكن برج برج المختار ما عندوش باش يشرب، يقول لك بجاه ربي يعطونا نشربوا. هادو السكان يحوسوا على الماء ويحوسوا على العلف الهوايش فقط، ما طلبوا لا طائرات ولا فيزا لاسبانيا ولا اي شيء، طلبوا اعطوهم يشربوا واعطوهم شويه تاع علف لزوايلهم الهوايش تاعهم، لبقرهم وغنمهم وجمالهم باش يوكلوهم ويعيشوا، يشربوا شويه تاع حليب، شويه تمر، شويه كسره. هذا واش يحوسوا. يطالبون بابسط امكانيات، بابسط الامتيازات، حق انساني. والمواطن يطالب بالبنوات، رواد تاع سياره، برك رواد تاع سياره وبياز ديتاشي باش ما يصراوش زاكسيدون. وتجديد الحظيره اللي باذن الله غدا نتكلم عليها، السيارات والحافلات. اذا دعونا نفكر في امن واستقرار البلاد، ودعونا نطبق فكره انه شعبك هو جيشك يا تبون. شعبك هو جيشك، وجيشك هو شعبك. شعبك هو جيشك، اعتمد على الشعب نتاعك، لانه يا سي تبون شعبيتك راهي في الحضيض للاسف الشديد، نتيجه البطانه الفاسده اللي راه معاك. البطانه الحاشيه نتاعك هما اللي يشوهوا لك صورتك وهما اللي ينقصوا لك من الشعبيه تاعك. لانه تبون يقضي في العطله نتاعو في وهران. تبون خرج عطله في 5 أوت، اخر نشاط لتبون 4 أوت في مع الجيش، 5 أوت راح الوهران، راهو مريح في وهران يبحر، من حقه عطله مع اولاده مع احفاده، عطله. يخرجوا له ببيان رئيس الجمهوريه ينهي مهام الامين العام. هي وعلاه نفحت له اللي انهى مهام الامين العام هو مدير الاعلام في رئاسه الجمهوريه. الرئيس ما عندوش خبر خلاص. اذا نعاودوا نسالوا دركا الكاشي تاع الجمهوريه عاد مراه. بكري كان على بالنا عند سعيد بوتفليقه، ودركا عاد مراه عند عبد اللطيف، ولا عند كمال، ولا عند عميروش، ولا عند يزيد، ولا عند خير، ولا عند مسعوده. عاد مراه ختم الجمهوريه الكاشي عاد مراه. هذا اللي هو يسيني والكاشي. لمن؟ هل إقالة الأمين العام لوزارة الاتصال خبر مهم وعاجل؟ لأنه قبل شهرين إقالة مدير الديوان. أنا الآن نقول لهذا وزير الاتصال، وانت واش راك قاعد دير؟ نحاولك مدير الديوان شيفت كابيني وانت نبلع فمك، نحاولك الأمين العام انت واش راك قاعد دير؟ انت ما عندك حتى دوره، لأنه هذا تمهيد باش في روحك يطردوك. الآن يا سي أبو عمامة عرفت باللي انت راك خدام موظف في مديريه الاعلام في رئاسه الجمهوريه، لانه هذه الحقيقه. وزاره الاتصال اصبحت مديريه من مديريات او مصلحه من مصالح مديريه الاعلام. مديريه الاعلام في الرئاسه تقيل من تشاء وتعين من تشاء. لانه المعلومات اللي وصلتني انه الامين العام هذايا رفض بعض القرارات المتعلقه بالاشهار. لاناب قال لا ما نمدوش لهذا ونمدوا لهذا وكذا، قال انت واش دخلك؟ انت واش شكون قال؟ حطيناك تعسل برا كاين ناحي قسام. وي الوزير ما عندوش خبر. الوزير كان راقد نار قالوا له الامين العام نحوه لك. شكون الامين العام نحوه؟ ما عندهم ياها. نحاولوا مدير الديوان، مدير الديوان الشيف كابيني تاعو هذاك اللي كان وراه، هذا اللي كان بومرجان نحاوه له، ودرك راهم نحاولوا هذا الامين العام. في اقل من 6 شهور، اقل من 6 شهور وزاره الاتصال نحي مدير الديوان، نحي الامين العام، والوزير خضره وطعام في غياب رئيس الجمهوريه في عطله.
السؤال: هل يستحق خبر إقالة الأمين العام هذا البهرجة الإعلامية والصحافة كل تتكلم عليها والبيان من الرئاسة والتلفزيون؟ هل ارتكب خطأ جسيم؟ هل ارتكب جريمة الخيانة العظمى؟ واش دار هذا الأمين العام؟ ما حبش يمد الإشهار لفلان ومد لفلان ونقص فلان نحوه، هي نحيتوه في السر. علاش تخبروا بينا؟ علاه ما خبرتوناش نهار اللي عينتوه؟ لأنه واحد مسمع به بلي عينتوه. هذا هو المثل اللي يقول لك ما شفناهمش وهما يسرقوا، شفناهم وهما يتحاسبوا. ما شفناهمش وهما يسرقوا، شفناهم وهما يتحاسبوا، ورايحين نشوفوكم وانتم تحاسبوا، لأنه نهايتكم سوداء يا زيمباوي. نهايتكم سوداء يا زيمباوي، راح تخلصوها غالية غالية غالية. ربي يقدر الخير. في الأخير بالنسبة لكباش عندي مواضيع هذه من تمراست إلى مسقط مرورا بإسطنبول. هذا الخبر الأول. وهذا كبش العيد والذهب من تمراست إلى مسقط. وهذا نفس الشيء أنت ولا أحد من تمراست إلى مسقط مرورا بإسطنبول. هذه هي مسلسلات رايح نناقشها معكم بالتفصيل في قادم الأيام، لأنه ظهرت لنا موضة جديدة. الموضة جديدة وهي هروب بعض المتورطين في الفساد وتهريب ملايين الأوروهات والدولارات تاع منا ومنا إلى مسقط سلطنة عمان. من الأول كانوا يهربوا لإسطنبول، ومن بعد كي كثرت بزاف الحالة في اسطنبول وبدات الحالة دخلت اسطنبول، لقاو طريق المسقط. عندي ملف تاع مجموعة من رجال الأعمال، مجموعة من المسؤولين السابقين اللي استحوذوا على ملايين وداو يبيضوها تبييض أموال في سلطنة عمان مسقط. سأتكلم على التفاصيل هذه لأنه عندها علاقة بالذهب والمناجم، وعندها علاقة بكبش العيد، وعندها علاقة بأمور أخرى سأشرحها بالتفصيل في قادم الأيام. متورطين فيها أسماء كثيرة وكثيرة جدا. أكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء معكم في موعد قادم. ألقاكم بخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألقاكم بخير.